اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. الاول يا جماعه ركز معايا من البدايه عشان كل كلمه هقولها مهمه جدا، فلازم تكون مشترك، ده طبيعي. لكل الناس اللي بتشوف الفيديو اكد على اشتراكك كمان. يلا دلوقتي هنشوف مع بعض الكوليكشن الجامد للولاعات الزيبو وكل الاستخدامات اللي احنا ممكن نحتاجها للولاعه الزيبو، ففيديو مهم جدا لكل هواة الولاعات الزيبو. وهنبتدي مع بعض كوليكشن قوي 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 قوي، كله نمبر 1. خلينا يلا نشوف بداية من اللون السيلفر. اللون السيلفر اللي معانا حتة كده كسر زيرو. يعني ايه كلمة كسر زيرو يا جماعة؟ يعني ولاعة بص كل حاجة فيها لسه زيرو، فتيل زيرو، الولاعة من بره حالة زيرو زي ما احنا شايفين. صوت الرنة بتاعها ما شاء الله مش طبيعي، حاجة كده فوق الوصف والخيال. زيبو امريكي اصلي طبعا. وتعالوا كده ننتقل مع بعض لطريقة الملو ونملى الولاعة مع بعض واحدة واحدة. من هنا كده ده بتغير الحجر. واحب اقول لك ان بيجي لك كيس حجارة هدية مع الولاعة. وهنملى الولاعة ازاي مبدئيا كده؟ خلينا نكون متفقين. البنزين اللي احنا بنملى بيه بنزين معد ومخصص للولاعات. البنزين بيكون بنزين ابيض خالص زي المية، مش 95 حتى. بنزين بيستخدم للتنظيف. لو عرفت توصل له سعر العبوة بتاعته بيوصل تقريبا ل100 جنيه العبوة الكبيرة. اما احنا بنعبيه في عبوات صغيرة زي كده وبنبيع العبوة من دي ب60 جنيه على حسب العبوة نفسها. فخلينا كده نشوف مع بعض. احنا بعد اما ملينا الولاعة هنستخدمها دلوقتي؟ لا مش هستخدمها دلوقتي، هسيبها مفتوحة كده عشان البنزين يطير من حواليها. عشان البنزين يطير من حواليها. ويفضل ان انا بقى في الوقت دوت البنزين من ضمن المواد اللي ممكن انضف بيها الولاعة. فلو عندي اي فوطة او حتة قطن او الكلام ده، البنزين ممكن امسح بالولاعة بالشكل ده كده عشان خاطر الولاعة بتاعتي ترجع تلمع تاني، وابقى مسحت البنزين اللي دلدق عليها من بره. واعمل ايه بقى؟ اقفل وافتح كده في الولاعه عشان اطير البنزين اللي على الغطا. زي ما انا شفت كده في بنزين لسه على الغطا كده. طيرت البنزين والولاعه اشتغلت، واسمع صوت الرنه ما شاء الله، حاجه تحفه. عايزك تقول ما شاء الله. دي كانت اول واحده معانا من الولاعات اللي باللون السيلفر. ويلا نشوف مع بعض الولاعه التانية برضو من الولاعات الزيبو. لون كحلي يا جماعه، ده مش اسود، ده كحلي. ممكن الاضاءه تبينه اسود شويه ولكن ده كحلي يا جماعه. تمام. ازود الاضاءة. ده كحلي يا جماعة اهو زي ما احنا شايفين كده في الاضاءة بتاعته لونه كحلي. والولاعة من تحت زي ما احنا شايفين زيبو امريكي موديل سنة 2014. بنعرفها منين؟ من الرقم اللي مكتوب ده، وده رقم الشهر اللي اتصنعت فيه الولاعة. والولاعة طبعا صوت التكة مفيش اي كلام عليه. ويلا نملى الولاعة مع بعض. وعرفنا منين نغير الحجر، فمش هنتكلم عن نفس المعلومة. المسمار بتاع تغيير الحجر كده خلاص عرفناه وعلمناه. الولاعة من جوه زيرو ومن بره زيرو زي ما احنا شايفين كده. فتيل جديد، حالة جديدة، مشدودة شدة ممتازة جدا، لان اصلا ما اتهنتش وما استخدمتش كتير. حالات كسر زيرو يا جماعة، ودي من الحاجات النادرة جدا في الولاعات الزيرو. فهنملى الولاعة بالشكل ده كده. بنبتدي ان احنا نملى ونسيب البنزين بعد شويه عشان يتشرب. لو قعدت تملى باستمرار البنزين مش هيتشرب للقطن وهيخرج لبره وهيقعد يدلدق ويسرب وخلاص. انما احنا بنملى ونوقف عشان البنزين نفسه يبتدي ان هو ايه يتشرب بالشكل ده، القطن نفسه يشربه، فتستفاد ان الولاعه تكون اتملت كويس. والولاعه طبعا لازم بتنقط. الخزان طبعا لازم بينقط على الولاعه عشان نعمل ايه؟ عشان نمسحها كده وننضفها من البنزين، وفي نفس الوقت نستخدم البنزين كمادة تنظيف نلمع بيها الولاعة، وتكون لو عليها تراب او عليها اي حاجة يتشال بسهولة جدا. هنسيب البنزين يطير كده، نفتح ونقفل في الغطا زي ما عملنا في الولاعة التانية. في ناس غايتها ان هي تمسك الولاعة تقعد تعمل فيها كده بس. طبعا البنزين لسه حوالين الغطا كتير، محتاج ان انت تنضفه كويس عشان خاطر البنزين المتنطور ده. اوعى تستخدم الولاعة وهي بره الجراب بتاعها. وكده خلاص الولاعة اشتغلت وتمام 10/10. ولاعة زيبو امريكي تحفة بصراحة، مفيش اجمل ولا اشيك من كده. وتعالى يلا نروح مع بعض الى الولاعة رقم 3. وانا بصراحة مش عارف اخلي دي رقم 3 ولا اخلي دي رقم 3. يلا الاتنين بصراحة اقوياء جدا ومفاجآت قوية جدا، بس دي من الحاجات الاقوى بصراحة فهخليها رقم 3. ليه بقى الولاعة دي انا بقول الاقوى؟ مبدئيا الولاعة دي اصدار محدود جدا ومعمولة لشخص بعينه. تمام. والولاعة المفاجأة لازم تبقى عارف الاصدار المحدود بيبقى من غير اطار من تحت. يعني شايف دي كده ليها اطار من تحت
الداير اللي تحت ده كده. الاصدار المحدود بيبقى من غير الداير ده لان بيتعمل عمولة، بيتعمل يدوي. تمام، فدي نقطة مهمة. النقطة التانية المهمة والخطيرة كمان ان الولاعة دي زي ما احنا شايفين سيلفر بليت، يعني ولاعة فضة. بصراحة انا ما كنتش مصدق لحد ما عرفت بنفسي فعلا الولاعة فضة، والولاعة بصراحة تحفة وشيك جدا جدا جدا. الحالة بتاعتها جميلة جدا رغم انها من سنة كام يا جماعة؟ من سنة 95. يعني الولاعة دي عدى عليها ما شاء الله كده فوق 30 سنة مرتاح. يلا نجرب بقى مع بعض الولاعة. هنطلع الخزان بتاعها، هتلاقي حتى الخزان بتاعها من جوه ميدن زيبو USA. ويلا نملى الولاعة بتاعتنا. كده احنا مالينا الولاعة. في نقطة بس مهمة، في ناس بتبص للرقم اللي هو علامة اسف جدا، اللي هو علامة الرقم والشهر. تمام، بنلاقيهم موجودين تحت هنا زي ما احنا شايفينهم قصاد بعض بالظبط كده. تعالوا يلا نجرب مع بعض الولاعة الزيبو. والولاعة شغالة وبكفاءة تامة ومفيش فيها أدنى مشكلة. تقول لي ما مسحتهاش ليه يا منجز؟ أنا ما مليتهاش على الآخر عشان تغرق البنزين. وده ليه؟ لأن عبوة البنزين اللي كانت معايا فضيت وهضطر إن أنا أعبيها مرة تانية. أما عندنا هنا في عبوات البنزين اللي احنا بنستخدمها بنبيعها للناس برضو. تمام، نفس اللي احنا بنستخدمه بالظبط. هي العبوة مليانة على الآخر وبيكون سعرها 60 جنيه. تعالوا نشوف مع بعض اخر واحده في المجموعه القويه الجامده دي. وطبعا مستني اعرف رايكم في الكومنتات. ايه رايكم في كوليكشن الزيبو ده؟ احنا عمالين ننزل كوليكشنات قويه الفتره دي، مش سامع راي الناس كده ولا حاجه. عايزين اعلى تشجيع يا جماعه. خلاص احنا فاضل سنه ونوصل لل10000 مشترك. عايز اشوف اعلى تشجيع. وشير لاصحابك كده وعرفنا باصحابك والجداد. فمبدئيا تعالوا نشوف كده مع بعض الولاعه الزيبو دي. حاله زيرو تحفه بصراحه، مفيش اجمل ولا اشيك من كده. طبعا هعمل فيديو لكل واحده منفرد لوحده يكون في الستور بتاعي. فالولاعة بصراحة تحفة وحالة من جوه ممتازة جدا. وصوت الرنة يعني مفيش أجمل ولا أشيك من كده. الولاعة ناقصها العلبة يا جماعة عشان تتحط في المكان بتاع البيع المخصص ليها. تمام كده. تعالوا نشوف بقى مع بعض. يلا بعد ما شفنا الخزان ميدن زيبو ومكان تغيير الحجر عرفناه، ويلا نبتدي إن احنا نملى الولاعة. ودي نقطة بقى إيه لازم تكون خلاص اتعودت عليها، إن أنت تظبط القطن كده في مكانه عشان يشرب البنزين صح. كده احنا اهو بنملى اهو. زي ما قلت كده ما تغرقش، املى دوس واستنى شويه، دوس واستنى شويه. تمام كده، ملو كده كويس قوي. يلا نرجعها مكانها ونجرب مع بعض الولاعه. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. طبعا بقى في النهايه قول لي بقى ايه رايك في الفيديو الجامد ده. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك سبسكرايب. عرفوا ان انا اشترك في القناه واشوفكم في فيديو جديد. ده سلام.